يلا نشتري سيستم علشان نوريك بقى الارقام اللي بجد. بص يا باشا، دي التجربه، عملنا تجربه عملي. وصلت البلد وانا على اول الشارع جالي تليفون من بنت كان شغاله معانا اسمها آية: الحق يا مستر عبد الرحمن، ده في اوردرات بتتسجل حته في حته، بدأ المخزون اللي عندي يخلص. قمت مكلم صاحب المصنع اللي هو صاحب الشركه، قال لي: ده انا قاعد هعيط من الديون اللي عليا وان انا خلاص. بوقف. قلت له: يا باشا ما توقفش، انا شغال. انا بشوف شباب كتيره بتفتح وتقفل. حضرتك كمل بعد اذنك في متابعه السيستم وطلعه، واول ما تطلعه ليك عليا انقل لك الداتا كلها عليه. انما انا الفلوس اللي معايا بتخلص، ده معناه ان انا هقفل. وانا مش هقفل، انا قتيل الشغلانه دي. بتعمل ايه؟ انا ساعات بلاقي حد عامل منشن كده، حد يرد يقول له لا ده ممتاز، هو حد ما انا معاهم، فلاقي حد تاني يقول له لا دي بتعمل فيها ايه. حلقه جديده من البودكاست روشتة التسويق، ومعانا الخبرات في مجال الاي كوميرس والافيليت ماركتنج والدنيا دي. حد هو دي بتاعته وخد الاكسبيرينس فيها من سنين، من اول ما بدات ما كانتش لسه موجوده اساسا، ولما نزل تشتغل فيها ازاي من هو صغير، حقق كيان، والكيان دوت نجح ما شاء الله وبقى ليه اسمه. مستر عبد الرحمن جلال اولا هو حد ثقه جدا، تراستد، وكل معلومه بيقولها بتيجي من خبره هو مر بيها وحاجه قديمه، ومن الناس القلائل اللي بداوا شغل الافلت والاي كوميرس وعرفوا منين من اين تؤكل الكتف في المجال ده. فاحنا خاطفينك النهارده عشان نقول للناس مين حضرتك. شكرا جدا على المقدمه عفوا، يا رب الكبيره يخليك. عليا جدا حضرتك دي، يعني متواضع. احنا بنحاول نجتهد. يا رب يخليك. انا عبد الرحمن جلال، شريك مؤسس في شركه فيندور، وهي شركه بتهتم بالاي كوميرس بشكل عام. واتعرفنا واتشهرنا واشتغلنا على الحته بتاعت الافيليت ماركتنج، وعملنا افيليت سيستم سميناه فيندور. احنا الهدف بتاع فيندور من الاول بيني وبين شريكي محمد وجيه ان احنا بنعمل حاجه بتقدم الاي كوميرس سوليوشن بشكل عام، وبنساعد الناس للديجيتال ترانسفورميشن، ازاي تبقى موجود اونلاين، وازاي تقدر تستفاد من الحته بتاعه الاي كوميرس بشكل عام، سواء انت كنت بتشتغل اي حاجه. لظروف ما السوق خدنا ناحيه الاحذيه، فاتشهرنا وقعدنا مده طويله جدا بيتقال علينا ناس بتاعه شوزات بتاعه احذيه، او في مصطلح تاني في احنا البرودكتس دي في يعني. البرودكتس دي، واحنا في مصطلح بنحب نقوله قوي على نفسنا ان احنا جزمجيه. حلو ده. واحنا بنفتخر بحاجه زي كده لانه حققنا نجاح فيها. بالظبط في لقدر ما، بشكل ما وظروف ما، احنا بقينا بنشتغل افريت لمصنع احذيه سنه 2018 2019. ما شاء الله. والكورونا دخلت علينا واحنا شغالين، واحنا اصلا بنستارت، وده مرينا بشويه حاجات ومشاكل كتيره جدا. فتجربه ان احنا كان محمد وجيه هو اول حد بيتعين في الشركه، وبطريقه ما كان في تواصل بيني، بساله على حاجه باخد منه استشاره، ما كناش نعرف بعض. ما شاء الله. فروحنا اتقابلنا، فطب ما يلا تعالى نشتغل مع بعض. كنت انا ساعتها ديجيتال ماركتنج مانجر في شركه من الشركات، بس يعني مش عارف هم عايزين يقولوا، انا مش عايز اقول يعني. عندي باد اكسبيرينس، تراست ايشو. و فقلت له والله يلا، لان انا كده كده الاستشاره اللي انا عايزها دي انا عايز اتعلم منك، فماشي يعني، لا انت شايف ان انا بعرف اعمل حاجه ماشي مش مشكله، يلا تعالى نعملها. فاسسنا الشركه، شركه ايكون كرييشن 2018 2019، وكانت الشركه دي مسؤوله عن تقديم خدمه التسويق بالعموله لمصنع بلوتو. ده مصنع احذيه ظهر في السوق بلقطه حلوه جدا وبطريقه حلوه جدا، علشان بيصنع عشان يبيع في سوق دوت كوم بس. وقرر انه يفتح شركه افليت لنفسه لما السوق قررت تقفل قسم الافليت ماركتنج اصلا عندها. حلو قوي، بتاعته عمل حاجه فعمل لنفسه. شركه لنفسه، واستعان بحد من اهم الناس اللي كانت بتشتغل في المجال ده وقتها، وهو محمد وجيه. يبقى كده اول حد اتعين في الشركه دي هو محمد. وهي ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش جهاز كمبيوتر، ما فيهاش مكتب. كان فيها مكتب واحد. انا اول مره رحت قابلت فيها محمد كنا قاعدين على مكتب ويعني كرسيين بالظبط.
بدايه صعبه يعني، ما فيهاش اي تولز يعني. مفيش تولز. هو التولز الوحيده اللي موجوده ان احنا معانا عقلنا برودكت بيتباع حلو قوي والسوق عايزه. يعني احنا يعني المنتج ده كان متباع منه كميات كبيره قوي على سو دوت كوم، والحمد لله احنا قعدنا تقريبا سنه ونص سنتين بنبيع في نفس المنتج حلو جدا. بالتسويق بالعموله. لحد ما بدات انا ومحمد بقى نتعمق اكتر، فبدانا نتصاحب، بقى في اخوه. طب بدانا نتلاقى في الفكر، في احنا عايزين ايه وعايزين نروح لفين ونوصل لفين. هنا جت وجهه النظر اختلفت ما بيننا احنا كشباب بتشتغل حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، بتشتغل حاجه اسمها اي كوميرس، وما بين راجل كان بيعمل بيزنس وبيجرب حاجه مع سو دوت كوم ظبطت معاه ففضل يتوسع لحد ما بقى عنده مصنع ومفيش طموح ازيد من كده. خلاص وقف الموضوع. فهنا كان لازم يتخذ قرار انه ايه، طب لا احنا عايزين سيستم. احنا بدأنا نخدم على فوليوم اوردرات وعلى عدد مسوقين، كل ده مانوال شيتات اكسل. فيلا نشتري سيستم علشان نوريك بقى الارقام اللي بجد. احنا معانا حجم. انا كنت بعمل حاجه اسمها انت عشان تبقى مسوق معايا تعمل لي ريكويست وانا اقبله. هو الحقيقه ان انا كنتش عايز اعمل كده، هو الحقيقه ان انا ما عنديش الكباستي اللي تخليني اخدم على كل المسوقين ده. شتات اكسل درايف الموضوع صح. صعب جدا. انت بتطلع له اوردراته وبتعمل له فواتيره مانوال وبتابع له الشحن مانوال وبتحصل الفلوس مانوال وترجع تدي له عمولته مانوال. ده كلام ضغط صعب جدا. فبص يا باشا، دي التجربه، عملنا تجربه عملي وكسبت. تعال نقلبها سيستم. قال لا انا مش عايز. خلاص. كنا احنا وقتها عملنا مشاكل كتير في السوق، وطلعنا افكار حلوه جدا في السوق، وبدات المسوقين بالعموله تثق فينا. ده حقيقي. وده اهم حاجه في الشغلانه بتاعتنا. بدات المصانع اللي بتشتغل في الاحذيه، اللي هو كان عددهم بتشتغل في الاحذيه وفاهمه اونلاين، اللي كان عددهم قليل جدا، تاخد بالها هو مين العيال دي، بيبيعوا ازاي وبيعملوا ايه، وازاي بيبيعوا الاوردرات دي كلها. وحتى شركات الشحن بدات تدور علينا. ما احنا بنعمل اوردرات. احنا من الناس اللي كانت الكورونا فضل من ربنا عليها، لان احنا الاونلاين. انا يعني قصه الكورونا دي قصه لوحدها. انا خلاص بقى قفلنا الشركه وسافرت، وصلت البلد. انا خلاص بقى، انا ايه اللي هيقعدني في القاهره؟ انا مش من القاهره. فقلت خلاص انا كده فاديت للناس اجازه. ما هو خلاص شركه الشحن مفيش مش هتاخد اوردرات، واحنا المصنع هيقفل. طب انا هقعد اعمل ايه؟ خلاص نشوف ربنا هيعمل فينا ايه. وخلاص وصلت البلد وانا على اول الشارع جالي تليفون من بنت كان شغاله معانا اسمها آية. الحق يا مستر عبد الرحمن، ده في اوردرات بتتسجل. احنا كده وعندنا اوردرات وهنحتاج نشحنها. وطبعا حصل بقى حظر التجوال والكلام ده كله. انا ما اهتمتش، قمت لافف تاني وراجع. بعد ما وصلت الزقازيق رجعت على القاهره تاني، يلا بينا نخدم على الشغل. كلمت كل الموظفين، كنا احنا حوالي 4 أو 5 يعني، مش رقم كبير. وبعت لكل واحد الموبايل واللابتوب لحد بيته. الله. اشتغلوا يا جدعان، وانا هقعد انا بقى هنا في المكتب اطبع البوالص واعمل كل الشغل اللي ممكن يتعمل من هنا، وانا اللي هحضر الاوردرات بنفسي. مفيش مشكله خالص. مجهود. حته في حته بدأ المخزون اللي عندي يخلص. قمت مكلم صاحب المصنع اللي هو صاحب الشركه، باشا تعالى ندور على طريقه نشغل بيها المصنع، انا عندي اوردرات. كلم شركه الشحن، قال لي اجي بكره اعمل ايه؟ قلت له يا باشا اتصرف، انزل اشتغل، ابعت لي مندوب ياخد الاوردر. قال لي ده انا قاعد هعيط من الديون اللي عليا وان انا بوقف. قلت له يا باشا ما توقفش، انا شغال وبالراحه كده. كل الناس اللي شغاله معاك هتشتغل. كان ساعتها بيشتغل معانا مع نفس شركه الشحن دي اي باي. اشتغل يا باشا ما تقلقش. هم هتلاقيهم مصدومين بس، او هم وقفوا اعلانات. انا شغال بافيليت سيستم، فانا مش انا اللي مشغل الاعلانات، هو مسوقين ورايا. ما تفهميش ايه اللي حصل خلاهم يجوا يشغلوا اعلانات ويسيبوها شغاله، بس جابت. واي باي هم اصحاب يعني هم اصحاب القرار، هو اللي في ايده يشغل، فممكن يكون وقف. قلت له هو لما شويه شويه الخبر هينتشر وهترجع تكمل شغل، ما توقفش. واشتغلنا الحمد لله، وعدت الكورونا وعملنا ارقام كويسه قصة نجاح ما شاء الله. والدنيا تمام يعني. وبعدين حصل الاختلاف اللي حصل ده طب يلا يا محمد نعمل ايه؟ طب احنا بنعملها المصنع، ما تيجي نعملها المصانع. بدل ما نشتغل مع واحد نشتغل مع مجموعه. طيب
هنجيب منين موردين؟ فبدأنا. محمد ما شاء الله عليه شبكة علاقاته كبيرة، وهو رول موديل في الشغلانة وحد مهم جدا في أي حاجة ليها علاقة بالإي كوميرس. هتلاقي الناس بتتابعه في التصنيع ماشي، في التفكير ماشي، في الإدارة تمام، في التسويق تمام، في الشحن واللوجيستكس تمام، في الأوبريشن تمام. فقال لي والله أنا في ناس طول السنة ونص السنتين اللي فاتوا اللي احنا شغالين فيهم في اوبريشن كانت بتبعت لي تقول لي ساعدنا عايزين نبيع. هنحط بلان وننزل نقابل كل الناس دي ونعرض عليهم الفكرة وهنشتغل. رحنا أجرنا مكان، كان المصنع في فيصل والشركة اللي احنا بندير منها الشغلانة دي في فيصل. فاحنا رحنا ايه، قلنا خلاص احنا كده كده مأجرين مكان في فيصل قاعدين فيه، احنا نأجر مكان تاني ونفرشه مكتب، ويلا كل واحد فينا جمع القرشين اللي ممكن يجمعهم، ويلا بينا نروح نشتري سيستم، وفي نفس الوقت بالتوازي اول ما السيستم يتعمل ننزل نقابل كل الموردين دي. هوب ربنا كرم باتنين تلاتة موردين، والمورد الرابع خلصنا معاه الديل، جه يزورنا لقى الشارع اللي احنا موجودين فيه شارع مش كويس، والشقة دي شقة سكنية في عمارة غريبة. قال انا لو كنت اعرف كده ما كنتش جيت، والديل باص. احنا عمالين اتنصب علينا في السيستم. وكل ما اجي اقف لا والله اقعد تاني. مفيش الكلام ده. اتنصب علينا في السيستم. ف واحنا عمالين بقى عينا ناس عشان احنا المفروض ان احنا في الشركه اللي فاتت كنا هنا، فانا عايز ابدا من هنا عشان اوصل. فرحت عملت سيستم ودفعت فلوس، انا مش هبدا تاني اكسلات دي صعبه. كده، ما فيش الكلام ده بقى. وعندي بضاعه في المخزن، وصاحب البضاعه بدا يسال عليها انتوا ما بتبيعوش ليه؟ طب اجي اخد البضاعه ولا ايه؟ لا بضاعتي اللي تيجي تاخدها، استنى بس. طب السيستم، الراجل خد الفلوس وكان فريلانسر يعني، ولا اله الا الله، تمام هنجيب واحد تاني. فجبنا واحد تاني ما بيردش، خد الدفعه الاولانيه وما بيردش. وانا مكتوب على وشي ان انا اضحكوا عليا يا طب ايه يا جماعه. جماعه في ايه اللي انا حصل؟ عشان راجل طيب. طيب ف خدت قرار الصبح، انا الفلوس اللي معايا بتخلص، انا عمال شغاله بدفع ايجار، مرتبات. وراس المال بتاعنا مش كبير، مش بادئين بملايين، ما معناش انفستور يعني، ده بطولنا يعني. تمام انا هشتغل اكسلات، حاضر. انا هرجع في للبدايه. نفس اليوم الصبح قمت عامل الاعلان، يلا يا شباب فندور اشتغلت وزي الفل واحنا تمام، وتوكلنا على الله. كانش محمد يعرف، محمد وقتها كان في الجيش. انت عملت ايه؟ قلت له بص، انت عايز تشتغل بالمدينه الفاضله، انا لا، انا هشتغل باللي في ايدي. حضرتك كمل بعد اذنك في متابعه السيستم وطلعه، واول ما تطلعه ليك عليا انقل لك الداتا كلها عليه، انما انا الفلوس اللي معايا بتخلص. ده معناه ان انا هقفل، وانا مش هقفل، انا قتيل الشغلانه دي، هشتغل. هوب طبعا احنا عندنا مسوقين عندهم ثقه فينا، هوب محدش فيهم ايه اشتغل معانا اصلا، بس ربنا رزقنا بايه، بناس جديده. هوب اول يوم اوردر. طب انا هكلم شركه شحن على اوردر، الاوردر ده فين؟ الاوردر ده في اسكندريه. انزل، ركبت عربيتي اللي انا بعتها بعد شويه وطلعت على اسكندريه، وصلت الاوردر ورجعت. الاوردر احنا اصلا وقتها كنا بنشحن مصر كلها بكام؟ ب 35 جنيه. فانا محصل من العميل 35 جنيه في سفريه اسكندريه رايح جاي، اصلا بعربيه بقصه بحكايه. بس مفيش مشكله، انا هلتزم مع المسوق اللي داخل يجربني، لانه هو خلاص هي دي القصه ودي الحكايه، ما عنديش اوبشن ان انا غير ان انا اعمل كده. الحمد لله وانا راجع بقى هي يا شباب في حاجه بتتسجل. الحمد لله اوردر في التاني، في التالت، في الرابع، ودارت الشغلانه واشتغلنا، ربنا كرم بمورد تاني، لحد ما لقينا ان احنا عشان نكبر الموردين ونروح لفئه مختلفه من الموردين اللي معانا. انا داخل الشغلانه دي اشتغل مع مصانع، اول اتنين بشتغل معاهم تجار، والمصنع الوحيد اللي جه يشتغل ما عجبوش المكان، وكل ما احاول اشتغل في حاجه غلط، والموظفين ننظف المكان كل يوم واحنا ما جبناش اوفيس بوي، واحنا لسه بنبدا وبنلسه. اه انا كل يوم انظف المكان، والتراب بتاع شارع فيصل عمال يبهدل فيا، وانا في مكان جوه كده في ميدان اسمه ميدان الساعه، وقصه غريبه كده. اخر فلوس بقى يا معانا، محمد احنا لازم ننقل من المكان ده،
احنا كده كده عارفين ان الشغلانه دي شغاله، فما جاتش على المغامره دي كمان، يلا بينا. جيتوا المقطم، رحنا المقطم في نورتونا. المكان اللي احنا لسه فيه لحد انتوا جيراننا، النهارده. خلي بالك. ده نورتونا. شرف لينا يعني. انا يعني حضرتك شدتني الحته كده، وده سؤال مش عارفه هيضايقك او لا، بس لا، انا لا، والله طبعاً، داخله اتفضلي. الموضوع يعني انا فرحانه ان حضرتك حكيت بصراحه كده. بتعمل ايه في انتقادات الناس في التعليقات؟ انت عارف في ناس عيب السيلرز، انت ده سيلر مع احترامي طبعا، هو بيبقى مش عايز يمر باي حاجه، مش عايز يمر باي مشكله، هو ملوش دعوه بمرتجعاته، مش عايز يحصل مرتجع، مش عايز، هو عنده مشكله، هو مش، انا عامل حمله عملتها بجنيه انا عايز يجي لي مليون جنيه، ده سيستم في دماغه، ده هو متسيستم على كده. ده حقيقي. وده لو انا صح او غلط برضو صحح لي. بتعمل ايه؟ انا ساعات بلاقي حد عامل منشن كده، حد يرد يقول له لا ده ممتاز، هو حد ما انا معاهم، فلاقي حد تاني يقول له لا دي بتعمل فيها ايه؟ خلينا نتفق اتفاق مهم جدا، يعني هم كده بالشروك ما انه شاء الله، يعني كده كده يعني لا، تسويق سلبي بالنسبه لك بس. انا في اتفاق مهم جدا، انا المسوقين بالعموله دول اهم شركاء ليا، انا من غيرهم ما كنتش اقدر اوصل اي حاجه، والحمد لله رب العالمين احنا قدرنا نوصل ان احنا نكتسب الثقه اللي عندهم دي. في ناس تدخل تقعد تكتب وتقول له انا بقالي معاهم مش عارفه قد ايه، دي نقطه. حد يقول انا اتعلمت على ايده، وحد يقول له انا اشوفها في التعليق. الانتقادات اللي بيقولوها دي صح، هو عنده حق فيها، بس هو مش منصف. لانه مش شايف شكل الاوبريشن من الناحيه التانيه. ما هو انت لازم تعرف انت بتشتغل ايه، وده اللي انا اتمنى ان احنا نخرج منه من الحلقه، صح. ونخرج منه من البودكاست ده، انه انت تبقى فاهم انت بتشتغل ايه، ولازم تكبر رؤيتك ومداركك في اللعبه علشان توصل معايا لحاجه، عشان تنجح معايا. بص يا فندم، انا في ناس بتقول عليا ان انا نصاب، ده التعليقات بقى من الناس دي اللي تعليقات بتتكتب لي ان احنا نصابين، وان احنا الحمد لله رب العالمين اي واحد من اللي كتبوا دول بتدخلي أنا تقولي مش ايه، بتقعد ترد انا عليه. بطلت شغلي معاهم. اه طب هات الكود بتاعك عشان احولك، ما انا مش نصاب. فيقول لي لا، ما انت حولت لي. انت بتناقض نفسك، لا، وحضرتك بتدخل ترد، انا بيعجبني ان حضرتك كمان بتدخل ترد، انت بتناقض يعني نفسك. مش حد مثلا لا او بلوك او بتاع، بتدخل ترد عليه. انت كده بتناقض نفسك. انت منين بتقول انا نصاب، ومنين بتقول التحويل وصل لك؟ طب التحويل بيتاخر، بس كده تعالى بقى نقف هنا. دلوقتي انا شركه باخد صح. من الى، وانت جاي تاخد مني خدمه، صح كده؟ ممكن لو سمحت تتعامل معايا وتقبلني، او تسيبني في حالي، صح. يا اما تاقلم نفسك على الرولز بتاعتي انا هقولها لك، والله انت عاجبك تيجي تنورني، مش انا كشركه بقدم حاجات كتير جدا، بتكلفني حاجات كتير جدا، ولازم، وربنا كرمني واجتهادي انا، مش انا كعبد الرحمن، اجتهادي كشركه بقى، يعني خلي الناس تتكلم معايا ان الكلام ده طالع، ده الشركه، بالفندور. ده شركه اجتهادنا وصلنا ان احنا نديرها كده. بناء عليه تقريبا انا الافليت سيستم الوحيد اللي بيشتغل مع مالتيبل فيندرز اللي مكمل في السوق من يوم ما فتح. صح. طيب عندي مشاكل انت عايزها تحلها، انا معترف ان هي مشاكل، بس انا مش عارف، وخلي بالك هو السوق مش قادر، واللي انا بحاول، وانا كل يوم بصحى اشتغل على الشغلانه دي وبحسنها، ولازم تكون منصف في كلامك وتقول انها اتحسنت. لان حضرتك معتمد على اكتر من اوبريشن، يعني العمليه بتاعتك هي مش شخص، هي سبلاير، كاستمر، شركه شحن ايا كان، مرتجعات، حوار كبير حضرتك قوي. انا كنت بعمل تحويلاتي قبل 2022 في اللحظه اللي المسوق بيطلب فيها التحويل، خسرت خسرت واتدينت برقم كبير. ممكن بقى لو في وقت نبقى نتكلم اصلا، يعني دي قصه تانية غير القصه ان محدش الاولانيه. يقع، انا عايزه ايه ان كمان، يعني انا هعمل بارت 2 دلوقتي، ان محدش يقع، يعني انا عايزه الحلقه دي تبقى المحتوى بتاعها النصيحه في ان انت لو بتفكر انا هبقى عبد الرحمن جلال رقم 2، او انا هبقى شركه. انا بشوف شباب كتيره بتفتح وتقفل، يعني بيواجهوا كوارث. فهستاذن حضرتك، انا عايزه بارت 2 هندخل فيه دلوقتي عشان وقت الحلقه للموضوع دوت، أوكي. ونكمله. تمام، يلا باي.